بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هادي رسول الله. طبعا شفنا احنا العاصفة الترابية، هنشوف مع بعض التقرير. مواقع كتيرة زي رصد طقس مصر. الكلام ده من يومين ثلاثة اللي احنا شفناها العاصفة. مش هتصدقوا ان الصورة دي من عاصفة رملية جدارية تاريخية من منطقة القصيم في السعودية. النهاردة صور كأنها صور من فيلم، والله سبحان الله تقولوا الحمد لله ان العاصفة ما جاتش. حد كاتب طبعا الحمد لله كله خيرا من عند ربنا، احنا في نعمة. لان في ناس ياما قوي قالت يا جماعه ايه ان احنا فعلا اشمعنى انتوا قاعدين تهولوا وتخوفونا وتقولوا العاصفه الترابيه وحاجات زي كده، والاخر ما حصلش حاجه. وده فعلا من فضل ربنا، لان العاصفه دي كانت في السعوديه وبعض الدول العربيه، وكان في شتاء عندنا وهواء وتراب، بس الحمد لله عدت على خير. وعايزه افتكر كلمه ماما الله يرحمها، كانت دايما تقول من صفكم من طغيانكم وعماكم جعل من صفكم شتاكم. ادي العاصفة اهي، شايفين؟ طوارئ على طريق السخنة، سيول وأمطار شديدة ورفع درجة الاستعداد للأجهزة التنفيذية والأمنية. كان طريق السخنة اهو، وفعلا كأنه فيلم مرعب أو قطعة من فيلم أمريكي أو نيويورك، اللي بنقوله دايما إن هي متخصصة في صنع الأفلام الإثارة والرعب وحاجات زي كده. آه طبعا الصور شكلها مرعب جدا قوي، فتعالوا هنا نشوفوا بعض. حد لو بس عايزه اقول بالنسبه لعلم الطاقه، عشان ما حدش يقول انت بتتعاملي او بتؤمني بعلم الطاروت، ولكن اؤمن بوجود السحر. وقلنا السحر طاقه سوداويه، طاقه شر، طاقه عكسيه بتدمر البيت. طبعا بعد قضاء الله وقدره كانوا بيقولوا ان يوم 5/5/2025 فتح بوابه الجنوب، ودي لاول مره بطاقه مضاعفه. وعالم الثعبان وشهر الثعبان، نار على نار، الكون سيكشف أسراره، ومش كل حد مستعد يسمع الحقيقة. طيب أنا هقولها بأسلوب تاني، إن أنا كسحر بحلم دايما إنه عام الثعبان أو شهر الثعبان. أنا بحلم دايما بالثعبان، ولسه حلمة بيه من يومين ثلاثة. بقول على بوابة الشر المفتوحة عليا، اللي هي بوابة السحر وبوابة الانتقام وبوابة طاقة سلبية من الساحر. عشان بس محدش يقول لي، انا بؤمن بوجود بدأت الطاقة دي تتفتح. وكان فعلا يوم 5 مايو الساعة 18:94 او 54 دقيقة اهي. دي قلنا قبل كده اللي هي الدود والسوس والبق، انا عاملة عليه دايرة اهي. وفعلا بدأت تتفتح عليا طاقة إبليس أو طاقة النار الشيطانية أو طاقة السحر والحسد والجنود الساحر. فالموضوع يا جماعة أيام شداد فعلا وأيام صعبة، فربنا يسترها. طبعا أنا كنت متكلمة وعاملة سلسلة حلقات على مفهوم الطاقة السلبية أول حاجة. وهنا بقى اللي أنا عايزة أقولها لكم، عبدة الشيطان وإزاي هيسيطروا على الكون من خلال، زي شايفين الصورة دي اهي. دي كانت ممثلة ليدي جاجا، وطالعة ب زي ما انتوا شايفين لبست فستان من الجلد الني، واخدين بالكم ان دي لحمة نية، وحتى ماسكة قطعة من اللحمة النية وكأنها بتقدمها وجبة لحد، ودي قربان للجن. عبدة الماسونية. وطبعا اثارت ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا، ولقت انتقادات. الناس قالوا لها ايه القرف ده، وصرحت ان هي كانت قرفانه جدا، قعدت تستحمى لمده كذا يوم عشان تطلع من جسمها الريحه الكريهه دي. ف ايه اكتر سبب فعلها لده؟ فحين رشحتها اكتر مجلة فاسقة في العالم الملقبة بذا تايم على انه اجمل فستان في سنة 2010.
طقوس شيطانية صارت مدمجة بما يسمى الفن والحرية والتميز، ويجب معرفة الكثير عن عالمهم حتى تصبح تقرأ ما بين الأسطر. المغني اللي بقربها صار بعد هذه السنة من أغنى المغنيين، يبقى اللي جنبها ده مغني وأشهرهم، وهو لا يخفى في أغانيه أنه واحد من عبدة الشيطان، وده دليل على إن هم بيستغلوا يستعملون كلهم لخدمة سيدهم الأكبر وهو الشيطان عليه اللعنة. هسيب لكم الصورة ليدي جاجا. طيب هنقولوها بأسلوب تاني، بلاش ليدي جاجا. احنا شفنا الفنان طبعا محمد رمضان واللبس بتاعه الغريب اللي الناس كلها هجمته. شفنا احنا الكلام ده. شفنا الفنان احمد سعد بيلبس حاجات كده شيفون ومش شيفون، ولبس يعني نقولوا اللبس اللي هو مش بتاعنا، مش بتاع القيم بتاعتنا والعادات والتقاليد وحاجة زي كده، والناس كلها وحلق يلبس حلق بردك في ودانه. قلنا ان هم انتشار يا جماعة الماسونية، ان هم زي ما قلت بيمارسوا عليهم التهديدات، وبيمارسوا عليهم انت لو ما عملتش الحاجة الفلانية هنبتدوا اللي احنا نقتلوك او يهددوه بعياله وهكذا. فانتشار عبدة الشيطان. وكانت ريهام سعيد برضه هنا بعمل ايه بقى؟ هنا لوبيا او فاصوليا عشان بس اتكلم على عبدة الشيطان. وطيب ما احنا قلنا قبل كده ان السحرة الفجرة بردك بيقدموا قربان للجن وبيمارسوا طقوس شيطانية عشان الجن يبتدي ان هو ينفذ اللي هم عايزينه. طبعا بعد قضاء الله وقدره واقدار بيقدموا قربان، طبعا طقوس غريبة، وطول ما انت ماشي وبتنفذ طلباتهم هينفذوا لك طلباتك. يعني زي الممثلة او المغنية دي، طول ما انت بعيد عن منهج ربنا، طول ما انت بتغضب ربنا، طول ما انت بتعمل حاجات كفر وضلال وفسوق وحاجات زي كده هتبقى حبيبهم. لكن اول ما تبتدي سكة الايمان والطريق المستقيم، لا تبقى انت كده الايه العدو اللدود بتاعهم. طب لو احنا طبقنا الحاجات دي على حياتي واللي انا عايشة فيه هنلاقوها بالظبط زي اللي انا بقوله لكم. ان ساحر بيطلب منك حاجات ضد المبادئ بتاعتك، و عايزك تمشي في سكة الضلال والكفر والعوذ بالله، واول ما تقولي لا بيبتدي اللي هو يسيطر عليكي يا ام بوسي، واخده بالك انت، عن طريق طبعا الجن، وعن طريق العفاريت، وعن طريق عبدة الشياطين، ان هو يبتدي يسلطهم عليكي. اظن مفيش يعني ابسط من كده توضيح يعني. فيا ام بوسي ما بيبقاش حاجة اسمها ان هو ضحك عليكي بكلمتين ناعمين، لا. ما بيبقاش ان هو مسيطر عليكي وانتي مسلمه له نفسك، لا بالعكس، واخده بالك انتي. بالعكس ازاي؟ ان هو اما بيلاقيكي مش راضيه تنفذي طلباته بيبتدي يطلق كلابه المسعوره عليكي. تمام؟ ايه بقى الكلاب المسعوره دي؟ اللي هي الجن او العفاريت. طبعا قلنا قبل كده وهنقول تاني وتالت وعاشر ان احنا بقينا في زمن فتن. طب العفاريت دي بتعمل ايه يا ام بوسي؟ بتعمل خلل في الجهاز العصبي المركزي، بتعمل لك بقى اعراض يا ام بوسي اللي هي ايه، عشان بس انا بقلدها يا جماعه، دي طريقه خالتي، ضحك عليك بكلمتين ناعمين وانتي مستسلمه. بالعكس انا كل اللي انا فيه ده اسمه نوع من الجهاد يا ام بوسي. ازاي؟ ان هو
انت كده مش راضيه تنفذي طلباته، فبيبتدي يسلط عليكي الجن. طبعا الاعراض، انا دلوقتي زي ما قلت عايشه في دمار بمعنى ايه؟ طبعا معلش عنده دور برد، طبعا امتحان من رب العالمين، ولكن اصعب حاجه اما تبقي انت قاعده وشايفه الاذيه بنفسك. يعني ايه شايفه الاذيه بنفسك؟ يعني قاعده وشايفه ان هو مثلا الساحر ده مثلا في الحته الفلانيه قاعد ماسك مثلا فرخه وبيعمل عليها طلاسم. ممكن بقى يعملها على، انا كنت نشر قبل كده حمامه، سوري حمامه، بيعمل على حمامه، يعمل على فرخه، يعمل على قطه، يعمل على ديك. وعن طريق طبعا القرائن والطلاسم بيبتدي ان هو يسيطر عليكي. طب وبيعمل ايه؟ طبعا السحر قلنا اعراضه متداخله مع العامل النفسي او نقول الامراض النفسيه، ولكن دي بتبقى بفعل فاعل. طب اعرفها ازاي يا ام بوسي؟ زي ما قلت عن طريق اللي انت بتقري الرقيه الشرعيه، ولو ظهرت الاعراض دي تعرفي ان ده سحر متسلط عليكي. طبعا الاعراض بقى كتير بقى يا جماعه، الاعراض تبقى ياما كده حاجات، صداع، زهق، تنميل، دوخه. تمام. تبتدي بقى انت تلفي ايه، احنا هناخده بالاسباب، خلاص تمام قوي، ناخد بالاسباب. تبتدي انت بقى تلفي عند دكتور واثنين وثلاثة وعشرة. تبتدي بقى يا جماعة ظهرك يوجعك تروحي الدكتور تاخدي علاج وتبقي كويسة. طبعا بعد قضاء الله وقدره سحر الطلاق او خراب البيوت، ان هو يخليه جوزك يكرهك، تتعاركوا مع بعض. بتعرفي الاعراض ازاي؟ بتلاقي عصبية على اتفه الاسباب، بتلاقي ظهور الزوج اللي انا كنت متجوزة فتحي، ظهور الزوج بشكل غريب كأنه بومة او غراب وكان وشه بيبقى اسود. تلاقي دخان في البيت يخليكي تكرهي ابنك يا ام بوسي. ايه عيالك على وش الجواز، عيالك عرايس وغيرنا من اختك، ربنا ينتقم منك وتشوف اللي انا فيه. بتعيشي انت بقى يا جماعه في سلسله العذاب. طبعا زي ما قلت عشان محدش يقول قلت وهقول لسه انه امتحان من رب العالمين، وبيبقى بعد قضاء الله وقدره، عشان محدش يقول انت بتفتي وكده، لا انا بتكلم على تجربتي. فالممثلين دوم وغيرهم بيبقوا بينفذوا اوامر الماسونيه زي ما قلت تحت التهديد. معظمهم بيتنفذ تحت التهديد يا جماعه، وعشان تعملي كده، او ان احنا نقتلوكي، او اللي احنا نموتوكي، او اللي احنا، وطبعا بيبقى لهم سلطات كتيره جدا او منافذ كتيره جدا. يعني الكلاب المسعوره بتاعتهم بتبقى في كل حته. وزي ما قلت ان بردك الساحر بيبقى ليه كلاب مسعوره، او بيبقى ليه الجنود بتاعته، اللي هو كل لما بيكفر ويبعد عن ربنا الجنود دي بتنفذ تعليمه. طبعا انا بكلمكم وانا اساسا تعبانه مش قادره اتكلم. بصوا بقى يا جماعه الخير، ادي اللوبيا او زي ما قلت الفاصوليا، سواء تعملي دي او دي شغاله ودي شغاله. انا هنا اهو سلقتها وهرستها وحطيت عليها شبت او كزبره ودقيق، خلاص. وهنا الصينيه فيها شويه زيت، عايزه تقليها قليها، عايزه تحطها في الفرن حطيها، وتبتدي تصبح كفته من غير لحمه، اللي هي كفته اللوبيا او كفته الفاصوليا. تقليها تمام، عايزه تصبعيها وتقليها. والاصول طبعا ان الخليط ده كله بينطحن في الفود بروسيسور او تهرسيها. دلوقتي ادخلها الفرن وهوريها لكم. بالله عليكم ادعوا لي لان انا تعبانه، اني هقولها بالبلدي خالص عشان محدش يقول انت ماشيه في السحر وماشيه في الشعوذه والحاجات دي. ان حد يا جماعه يسلط عليكي كلاب مسعوره، حد يسلط عليكي عيونه السم، زي مثلا ادي ام دعاء اهي،
اكتشفت ان هي طبعا قاعده بتراقب البيت وبتقول للجيران اشووا لي السمك ده، يا ام علاء انت هتشوي السمك، خدي اشوي السمك معاكي عشان توفر تمن الغاز. طبعا هي كانت بتعمل كده مع ماما، واخدين بالكم؟ عندك يا ام امل عندك اسمها ايه، عندك بطانية، عندك مش عارفة الملاية دي انت عايزاها، الحاجة دي انت عايزاها، وهكذا. فاهمين؟ فهي كانت دايما بتستغل اللي حواليها. تدخل لأم محمد، عندك الملاية دي انت عايزاها، اشمعنى؟ قالت لأم محمد برضو اشمعنى انتي العداد بتاع الكهرباء بيخلص عندك وانا لا؟ قالت لا عشان انت عندك عيلة. هنا برضو ادي ام محمد اهيت برضو رايحة تشحلها، قالت لها هاتي اشحلك الكارت. كل ده طبعا بتبتدي تبعد الطاقة السلبية، او فهمتها ان ام ميسة او ام دعاء قاعدة ليه عشان بس تحسد الناس. هنا الاستاذ محمود اللي بيحصل الكهرباء اكتشف ان عداد الكهرباء عندها مش شغال، فطبعا حذرها كم مره ان هو مش شغال، عايز عايز يتغير. قالت له لا، راحت نتهاله. طبعا هو اتغير وقالت له منك لله، انت انت اللي رقدت لي، وانت اللي جبت الموظفين ليا. وفضلت تشرشح له. قال لها طب انا رقدت لك ليه؟ ما هو الجيران بيدفعوا، كان شهر بشهر، انت كل شويه اجيلك، كل يوم انا معيش، كل شهر انا معيش، وكنت بصبر عليكي وكنت بصبر عليكي بكره بعده انا كده غلطان. قالت له بقى انت قعدت ترقد لي لحد ما جبت لي الموظفين وغيروا لي العداد. كشخصية نرجسية ما بترحمش، كشخصية نرجسية الجيران زي ما قلت بدأوا يعرفوا ان قعدتها مش حتة ست كبيرة قاعدة قاعدة بتراقب، لا ده اول ما لقت عم حمدي اهو بيعمل بيبيع سمك، راحت طالعة تجري وقالت لها طب يا ام ميسة انت عايزة السمك ناشف ولا حلو؟ قالت لها زي ما انت عاملاه لي قبل كده. معنى كده ان هي قاعدة بتراقب رزق العباد. قاعدة يا جماعة ان انت عملتي السمك اللي معاكي اشوهولي معاكي عشان توفر. ولو ما كانش ابو علاء اللي هو جوز الست المحترمة ده انسان محترم وزي الناس اللي هو يعني موظف ومحترم وغني ومدرس وكده، زي الناس اللي بتعاني، كان قال لمراته انت بتشوي لها السمك ليه ولا بتقليه لها ليه؟ مالكيش فيه انت، معاها عندها عيالها وعندها احفادها. ف لا يموت الظالم الا بعد اما ربنا يعني يظهر حقيقته، الا بعد ما ربنا يظهر حقيقته. لا اله الا انت سبحانك. فطاقة الحسد يا جماعة المتوجهة، طاقة السحر طاقة سوداوية، طاقة شر. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم.